مرحبا أصدقائي، أتمنى تكونوا بألف خير. معاكم منى من قناة منى كورنر. اللي ما يعرفني أنا منى من مواليد السعودية، انتقلت للصومال من فترة 4 سنين. في هذه الفيديوهات بشارك معاكم تجربتي واستكشاف البلد، فاللي حاب هذا المحتوى يا ريت يضغط الإعجاب وما ينسى يشترك في القناة ويفعل الجرس ويشارك المحتوى مع أصدقائه في وسائل التواصل الاجتماعي. أنا صاحية من النوم كنت يعني حاطة في بالي إن أعمل فيديو، ففكرت قلت هعمل معاكم الشاهي بالطريقة التقليدية، فخليكم معنا إن شاء الله. طبعا الشاي الصومالي ما حيكون شاهي تقليدي صومالي إلا بإضافة هذه الأعشاب اللي هو زي ما انتم شايفين معانا: القرفة، الهيل، القرنفل، بالإضافة للزنجبيل. جدا مهمة هذه الأعشاب إنها تنضاف للشاي، لأنه هي اللي بتعطيه النكهة الصومالية الأصيلة. طبعا بالإضافة لإضافة هذه البهارات حنضيف إضافة تانية بإذن الله تعالى، حتشوفوا معنا. خليكم معنا نهاية الفيديو، شيء مهم يعني ينضاف للشاي الصومالي عشان يخليه شاي صومالي صح، فخليكم معنا بإذن الله. طبعا نوع الشاي اللي حنستخدمه، ما حنستخدم الشاي الليبتون، حنستخدم الشاي الفرد زي ما انتم شايفين معايا، اللي بيكون حبيبات كذا، مو الأكياس، لأنه أقوى في النكهة، وفي نفس الوقت زي ما قلنا إحنا حنعمله بالطريقة التقليدية. فبالطريقة التقليدية الناس هنا بيستخدموا هذه النوعية من الشاي، بحيث إنه يعني هي بتكون أرخص، في نفس الوقت بتعطي نكهة أقوى. فخليكم معنا إن شاء الله بإذن الله تعالى. حنحاول نعمل كل شيء بالطريقة التقليدية بإذن الله تعالى. لطحن البهارات راح استخدم الهوند. طبعا اي احد ممكن يستخدم المطحنة اذا انتم حابين، لكن زي ما قلنا حنعمل بالطريقة التقليدية. فبالطريقة التقليدية الناس بيستخدموا الهوند. طبعا الهوند موجود في كل بيت، وبيعتبر من الادوات اللي مهمة في كل بيت صومالي، انه بيستخدم لاشياء كثيرة. طبعا حنضيف السكر المويه بعد ما تغلي. طبعا الشاي الصومالي ميزته انه بيكون جدا حالي مسكر. الناس هنا بيحبوا الشاي المسكر، يعني الشاي يكون درجة حلاوة السكر فيه بتكون طاغية. زي ما قلت الشاي يعتبر من المشروبات المهمة هنا عندنا في الصومال. يعني ما في عصرية من غير الشاي. بالإضافة إنه يعتبر لحاله يعني رقم واحد. يعني ممكن القهوة تيجي رقم 2، لكن الشاي دائما بيكون رقم 1. بيكون موجود أكشاك شاي في كل مكان، يعني في الحارة إذا يعني خرجت من البيت حتلاقي في كل مكان في أكشاك للشاي، أو يعني أماكن بينباع فيها الشاي.
طبعا بعد ما يغلي بنضيف الشاهي، بعد كده بنطفي على النار. نيجي للإضافة اللي أنا كنت بتكلم عنها اللي بتخلي الشاي الصومالي مميز، اللي هي حليب الإبل. طبعا في ناس بيشربوا الشاهي بحليب الإبل وهو رقم واحد، يعني هنا عندنا الناس بيحبوا الشاهي اللي بيكون معاه حليب إبل. طبعا حليب الإبل بينباع بهذه الطريقة، بيكون في أكياس، بيكون فريش يوميا. كل صباح بتروحوا تشتروا من مثلا من البقالة، أو بيكون في أماكن معينة لبيع الحليب. طبعا زي ما قلت لكم حليب الإبل بيكون فريش في نفس الوقت، يعني بيستخدم في نفس اليوم. غير انه الشاهي يعني اللي بيكون بحليب الإبل بيكون اغلى من الشاهي اللي بيكون بحليب البودرة. طبعا انا ما احب حليب الإبل صراحة، لكن تجربة الفيديو عشان اعمل الفيديو اكون صادقة معاكم، حجرب معاكم الشاهي بحليب الإبل. طبعا زي ما قلت الشاهي بحليب الإبل، يعني الواحد يروح يشتري شاهي بالحليب. أكشاك الشاهي اللي بيكون بحليب الإبل بيكون أغلى من الشاهي اللي بيكون بالحليب البودر. طبعا زي ما قلت الناس بيحبوا الحليب الإبل، هنا بيشرب بينحط أشياء كثيرة ومن ضمنها الشاهي. طبعا لتقديم الشاهي احنا ما راح نستخدم الأطقم الصينية والكاسات هذه المنمقة، راح نقدم الشاهي بالطريقة التقليدية زي ما قلت. طبعا بيستخدموا الكاسات هذه. هنا أنا لاحظت في أغلب أكشاك الشاهي هذه الكاسات اللي بتستخدم للشاهي. طبعا الآن جهز الشاهي وقاعد نصبه في الكاسة. بالإضافة ما حننسى اللي هو إضافة حليب الإبل. طبعا ما إذا لاحظتوا اللون كده شوية مشهب هذا من الزنجبيل، وإذا لاحظتوا فيه كده زي القطع هذا من الزنجبيل البودر أو الأعشاب اللي إحنا حطيناها. طبعا الحليب يعني حليب الإبل ما حنضيف كمية كبيرة، هي كمية صغيرة بيضيفوا. أنا زي ما لاحظت في الأكشاك حقت الشاهي بينضاف فقط كمية صغيرة. الآن جاء دور تجربة الشاهي، وحكون صادقة معاكم بإذن الله تعالى. الشاهي جدا طعمه كان رائع، اللي هو الأعشاب وهذه الأشياء الإضافات هذه بتعطي طعم غير عادي للشاهي. طبعا في نقطة اللي هو حليب الإبل. طبعا عشان أنا ما أحب حليب الإبل، فيعني في الشاهي لما كنت أشرب الشاهي كنت أحس بطعم كده أو ريحة حليب الإبل، في ريحة مميزة له. حليب الإبل له ريحة مميزة، فأنا ما أحب حليب الإبل، بس لكن الشاهي كان جدا رائع ويعني مميز. طبعا هذا كان فطوري، فأتمنى الفيديو يكون نال إعجابكم. لا تنسوا الدعم والاشتراك. مع السلامة.